السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلوى المولد النبوي الشريف. هنعمل مع بعض القشطه الجميله جدا، وهنعمل الملبن الاحمر او الدميه. عايزه اقول لكم طبعا دي اول حاجه بنختارها من علبه الحلويات، بالمطه الجميله القمر اللي احنا شايفينها دي، وازاي نحصل عليها. والقشطه خطيره، الطعم يجنن. اتبعوا خطوات الفيديو ان شاء الله يطلع معاكم انجح واجمل حاجه. يلا بينا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبسم الله. في البداية هنعمل مع بعض القشطة. معايا هنا في البولة الصغيرة معلقتين كبار من الجيلاتين البودر، وده حلال استخدموه وانتم مطمنين عليهم. بربع كوب من الماء عادي خالص من الحنفية. يعني هنا في الوصفة دي مش محتاجينه يكون سخن ولا دافي. دوبناهم مع بعض ونركنهم جانبا. معايا في الحلة وهنزل فيها بكوباية من السكر. وطبعا يفضل ان احنا نستخدم السكر في الوصفات بتاعتنا يكون سكر ابيض، مش عليهم. بتلت كوب من الماء عادي خالص من الحنفية، ومعايا كمان نص كوب من العسل الجلوكوز. طبعا ده متوفر جدا في المحلات وعند العطار وفي اي مكان، وسعره كويس جدا. يعني ممكن نستبدله بالعسل الابيض او بالسيرب التقيل اللي هو بتاع الكنافة او القطايف، ولكن يفضل ان احنا نستخدم العسل الجلوكوز، افضل كتير جدا جدا يا جماعة. انا استخدمت هنا الكوب المعياري، نقدر نستخدم المج المتوفر عندنا في كل بيت بتاع الشاي العادي خالص. هنا بقول لكم ان السيرب بتاعنا ده بنسيبه دقيقتين بالظبط بعد الغليان. غلى معانا بنسيبه دقيقتين بالظبط، نحسبهم كده على الساعة. مجرد ما يعدي دقيقتين خلاص نشيله على طول. تمام، احنا مش عايزينه يتكرمل، مش عايزينه سيرب، مش عايزينه شربات ولا حاجة خالص. يا دوب السكر والعسل الجلوكوز بيدوبوا معانا وخلاص تمام. معايا هنا في البولة الكبيرة نزلت فيها بمعلقتين الجيلاتين اللي احنا دوبناهم في ربع كوباية من المية، وبعدين نزلت عليهم بمعلقه صغيره من ماء الورد. طبعا نقدر نستبدلها بالفانيليا سواء السايله او البودر. نزلت بالخليط بتاعنا اللي كان على البوتاجاز، اللي هو عباره عن كوبايه من السكر وتلت كوبايه من الميه ونص كوبايه من العسل الجلوكوز. نزلت بيهم شويه بشويه، وابدا ان انا اضرب كويس جدا جدا بالمضرب الكهربائي. زي ما شايفين طبعا بيختلف معانا الدرجات، وبيختلف معانا القوام واللون مع الخفق المستمر. بنخفق لمده قد ايه؟ من 10 ل 12 دقيقه. طبعا بيفضل انه يكون متواصل، لكن ممكن نفصل كده دقيقة ونرجع نكمل. ولو عندك عجان كهربائي هيبقى افضل كتير جدا. معايا هنا الصينية، انا استخدمت الصينية الصغيرة من الطقم المستطيل، اصغر واحدة فيهم. ورق زبدة بالشكل ده، او ممكن تستخدمي كيس من اكياس التلاجة وتفتحيه وتبدأي ان انتي تدهنيه كويس جدا بالزيت. ضروري ان احنا لازم ندهن بالزيت من الاجناب ومن القاع. وبما اننا بنعمل القشطه فضروري طبعا جوز الهند. ببشر كده، بوزع جوز الهند على القاع بالشكل اللي احنا شفناه كده. وهنزل بالخليط بتاعنا زي ما وريتكم. الخليط طالما بيعمل معايا خطوط وانا بعمل بالمضرب الكهربائي كده وبنزل منه، بيعمل خطوط متساويه فوق بعضها، خلاص هو كده بقى تمام. ولو عمل معاكي شكل المنقار، بس ده ممكن يحصل اكتر لو احنا استخدمنا العجان الكهربائي، يعمل معانا شكل المنقار اللي بنشوفه في الكيك. بعد ما سوينا القشطه بتاعتنا، ببدا ان انا اوزع على الوجه كده من الزبيب وجوز الهند. يعني الطريقه دي تعتبر زيها زي المارشميلو، عملنا مع بعض قبل كده. الاختلاف الوحيد فيهم ان احنا هنا بنبطن القاع والوجه بالجوز الهند، لكن هناك بالنشا. خلاص كده تمام. بسيبها بره التلاجة. هسيبها بره التلاجة قد ايه؟ ليلة كاملة. يلا بينا بقى نسمي الله ونبدأ في الدومية بتاعتنا او الملبن الاحمر عشق الملايين. معايا في الوك او الطاسة على البوتاجاز، وهبدأ ان انا انزل فيها بكوباية ونص من السكر. زي ما متفقين مع بعض، السكر لازم يكون سكر ابيض مش سكر التموين تماما. عليهم بنفس الكمية كوباية ونص من المية، نفس الكوبايه اللي تستخدميها في السكر نفسها في الميه. عليهم ب3 معالق كبار من العسل الجلوكوز، يعني حوالي ربع كوبايه من العسل الجلوكوز. طبعا ده اللي بيدينا المطه المحترمه جدا وبيدينا اللمعه الممتازه للحلويات بتاعتنا. نص عصره نص ليمونه، وطبعا نقدر نستبدلها بربع معلقه صغيره من ملح الليمون. بعض البذور هنا نزلت من الليمون، فلازم ان انا بشيله طبعا. معانا هنا بعد الغليان خلاص، انا مش باجي ناحيته تماما غير لما يغلي معايا. الخليط غلى معانا، ببدا ان انا ادوبه بس كده تقليبه علشان ادوب السكر والعسل الجلوكوز. خلاص بدا معانا في الغليان. معايا في بوله صغيره بنزل بنص كوب من النشا، عليهم بنص كوب من الماء، وادوبهم كويس جدا مع بعض الاتنين. النشا الكورن فلاور
وعليها بنص كوبايه من الميه. وبعد ما دوبتهم كويس جدا ابدا انزل على الخليط بتاعي بعد ما غلى معايا، لازم انه يغلي في البدايه. وبعد كده بنزل بماده الربط اللي هي الرو بتاعنا اللي هو النشا والميه، وادوب كويس جدا معايا. بنلاحظ طبعا ان اللون بيختلف، بيشف مش بيكون ابيض خالص، وكمان بدأ ان هو يتقل معانا. استمر في التقليب. هنستمر في التقليب لمدة 20 دقيقة. طبعا النار بتاعتنا نار متوسطة، وبالتقليب المستمر علشان ما يلتصقش معانا في القاع، او طبعا مادة النشا بتاعتنا تعمل معانا تكتلات. بعد 20 دقيقة بالظبط على البوتاجاز ابدأ ان انا اجيب بولة تانية صغيرة اضيف فيها 3 معالق من الجيلاتين كبار مليانين، عليهم بربع كوباية من المية. عايزة اقول لكم هنا انا كنت ضفت مية عادية خالص، فطبعا رجعت ضفت لها معلقتين من المية المغلية. لازم معانا الخليط هنا يكون المية اللي بنضيف ليها تكون مية مغلية او مية دافية، مش تكون مية عادية. تمام. وبعد كده ضفتها على الخليط بتاعنا وبقلبها باستمرار، نقلب كويس جدا جدا وندوبها مع الخليط. هنبدأ نلاحظ ان الخليط بتاعنا فك من تاني وبقى سايل، مفيش مشكلة تماما. بضيف هنا معلقة صغيرة من ماء الورد، وطبعا زي ما قلت لكم نقدر نستبدلها بالفانيليا السايلة او البودر. ومعايا هنا لون جل احمر غذائي، ده طبعا مصرح بيه وامن، واستخدمناه كتير جدا مع بعض قبل كده في التورت والحلويات. ببدأ ان انا اضيف منه اللون. طبعا تقدري تضيفي احمر اصفر اخضر اللي انت حباه، لكن المتعارف عليه في الدومية ان احنا بنضيف اللون يكون احمر. ببدأ ان انا اضيف بالتدريج لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها. معايا هنا نص كوب من المكسرات، فول سوداني مع بندق، فببدأ ان انا اضيفها. طبعا الكمية اللي تحبيها، لكن بالنسبة لي كانت الكمية كده مناسبة جدا وكان الطعم ممتاز. بعد ما بضيف المكونات بتاعتي بالشكل ده ببدأ ان انا استمر في التقليب لمدة ربع ساعة 15 دقيقة. ذرة الملح ما ننساهاش ابدا. عايزة اقول لكم ان انا ضفتها كمان في القشطة، لكن للأسف ما ظهرتش معاكم. شايفين معايا هنا القوام بدأ يبقى تقيل. ده كده بعد ربع ساعة 15 دقيقة يا بنات. لازم ان احنا نسيبها تاخد وقتها براحتها خالص. نختبرها ازاي؟ بالمعلقة كده وبرفع. شايفين معايا متماسكة، ما بتنزلش بسهولة ابدا. تحسوا ان هي فيها مطة جميلة جدا. ممكن نعمل بصباع ايدينا كده، لو عمل خط معانا نعرف انها تمام. بس طبعا البنوتات المبتدئات ياخدوا بالهم علشان ربنا يسترها. احنا بنتعامل مع سكر، فعلشان ايه ناخد بالنا. معايا هنا العلبة اللي هبدأ استخدمها. انا هنا حبيت ان انا احط الخليط بتاعي في علبة، وكانت ما شاء الله ممتازة، وكان بصراحة مظبوط تمام. الكيس فتحت كيس من اكياس التلاجة ودهنته كويس جدا جدا بالزيت، وابدأ انزل الخليط. زي ما شايفين كده الخليط قوامه ممتاز. طبعا نقدر نستغنى عن اللون ونستغنى عن المكسرات، يبقى عندنا اجمل واحلى ملبن عادي جدا. نقدر نستخدمه في الحشوات، في القرص، في الكحك، نقدر نستخدمه في اي حاجة احنا حابينها، هيكون ممتاز جدا. زي ما شايفين مع بعض. طبعا هسيبها تهدى تماما قبل ما ادخلها التلاجة، هسيبها تهدى. الملبن او الدومية بتاعتنا بندخلها التلاجة، لكن القشطة مش بتدخل التلاجة خالص يا بنات. القشطة ندخلها التلاجة بعد ما نقطعها، لكن الدومية بنسيبها تبرد على الرخامة كده شوية لحد ما تهدى معانا تماما، وبعد كده ندخلها التلاجة. بندخلها التلاجة قد ايه؟ ليلة كاملة. زيها زي القشطة بنسيبها ليلة كاملة قبل التقطيع. ببدأ ان انا اقطعها بالشكل ده، يعني قطعتها انصاف الاول وسط، وبعد كده هقطعها بقى قطع زي اللي بنشتريها من بره. تمام. عايزة اقول لكم بقى انها ما تختلفش تماما عن اللي بنشتريها من بره. القوام بتاعها ممتاز، المطة هايلة، واللمعة ممتازة، وكمان الطعم مظبوط قوي. طبعا في ناس كتير مش بتحب نكهة الماء الورد، بس انا حبيت ان انا اجربها بصراحة المرة دي. يعني انا استخدمت معاكم قبل كده السودانية والسمسمية والحمصية، وكنا مستخدمين فيها الفانيليا. حبيت ان انا اجرب ماء الورد، لكن بصراحة اولادي حبوا اكتر طعم الفانيليا عن مية الورد. بس مفيش مشكلة، قلنا نجرب، ومفيش مشكلة خالص ان احنا نجرب لاولادنا كل حاجة ونشوف ايه اللي هم هيحبوه. عايزة اقول لكم بقى ان المطة بتاعتها جبارة ممتازة ما شاء الله. وعلى قد مطتها الجميلة دي لما تيجي تاكليها مش استك في بقك زي احيانا كتير بنشتريها، بنحس ان هي عاملة زي الاستك كده، مش بتتمضغ، مش بتتاكل. لا بالعكس ما شاء الله بتدوب في البق. ما شاء الله جميلة جدا جدا. يعني من الطرق اللي افضل جدا ان انا اعملها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وانصحكم بيها كمان. ويكفي ان احنا عاملينها بنظافة وطعم ولا احلى من كده بصراحة.
حرفيا ألذ واجمل دومية ملبن ممكن تعمله. تعالوا بقى معايا نشوف القشطة القمر الجميلة بتاعتنا. طبعا احنا قلنا ان احنا مش بندخلها التلاجة تماما، احنا بنسيبها بره، عرضيها للمروحة للهواء، مكان يكون فيه تهوية، يعني مش تسيبيها في المطبخ في الحرارة، لا عرضيها للهواء. شايفين ما شاء الله الحاجة بتطلع معانا زي الفل، علشان دهنين دهنة محترمة. وطبعا ما ننساش ابدا يا بنات ان احنا الزيت بتاعنا لازم يكون ريحة كويسة وجودة كويسة، علشان خاطر يعني ما يكونش له ريحة نفاذة، علشان ايه ما يطلعش معانا طعم مختلف في الحلويات بتاعتنا. قبل ما بقطع القشطة بندهن السكينة دهنة محترمة من الزيت علشان ما تلصقش معانا واحنا بنقطع القشطة. شايفين ما شاء الله، يعني انت بتقطعي مرة واحدة كده، مش بتسحبي بالراحة ولا كده، لا بتقطعي مرة واحدة ما شاء الله بتتقطع معانا بكل سهولة. السمك بتاعي كده ممتاز جدا، لو انت حابة ان انت تخليها اسمك من كده براحتك خالص. طبعا في جوز هند كده موجودة على القشطة من فوق، بعمل الاجناب اللي انا مطلعاها من القشطة. وهنا بوريكم مطتها الجميلة، عايزة اقول لكم انها تحفة تحفة بجد، والله ما تفرق تماما عن اللي بنشتريها من بره، متماسكة وجميلة. بعد ما بنقطعها كده نقدر نحتفظ بيها هي والدومية في علبة في التلاجة، وتطلعي منها وتستخدميها ممتازة. عايزة اقول لكم انها كده حاجة كيوتة جميلة امرايا، الف هنا وصحة يا رب لكل اللي اكل وكل اللي شاف وكل اللي هينفذ ان شاء الله. وتكتبولي في الكومنتات ان انتم جربتوها، وان شاء الله تكون ناجحة معاكم 100%. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم ودينا جميعا يا رب، اللهم امين. دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل. يلا بينا نصلي على الحبيب بمناسبة المولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وعايزة اقول لكم طبعا ان احنا لازم في يوم المولد النبوي الشريف لازم نصوم، تقبل الله منا ومنكم.